ببلش الفيلم سنة 1050 بعدد كبير من الفايكنج ومعاهم زعيمهم، وبكونوا رايحين يسرقوا مكان مقدس اسمه نورماندي، وبيلاقوا غرفة سرية وبدهم يدخلوها، بس بيمنحهم الراهب وبترجاهم إنهم ما يدخلوها. بس الفايكنج ما بيهتموا لكلامه وبدخلوها على أمل إنهم يلاقوا ذهب. بيلاقوا بالغرفة ذئب صغير مرعب وبقرروا ياخدوه معهم. الأسطورة بتحكي إنه هالذئب مش ذئب عادي وإنه من الجحيم، والفايكنج ما كانوا بيعرفوا وأخذوه معهم. بس الصدمة لما وصلت سفن الفايكنج لبلدهم وكل اللي فيها ميت، والذئب هو الوحيد اللي موجود. وبعد مرور 1000 سنة على الأحداث هاي بنشوف بنت اسمها سالي، وبتكون عايشة مع أهلها في نيوغو، وبنكتشف إن أختها من الصم والبكم، بس أهلها بيقدروا يتواصلوا معها عادي وبدون مشاكل. بتكون سالي قاعدة مع أختها لحد ما بتوصلها رسالة من صاحبها القريب منها اسمه جوناس، وبيطلب منها تطلع معه شوي. سالي بتعجبها الفكرة وبتقوم بتجهز حالها عشان تطلع معه. قبل ما تطلع بتروح سالي تخبر زوج إمها آرثر إنها طالعة مع أصحابها. بيكون واضح إنه آرثر بيحاول يتقرب من سالي ويكسر الحاجز اللي بينهم ويخليها تعامله زي أبوها بالضبط، بس سالي بتكون رافضة الفكرة وبتتعامل معه على إنه زوج إمها وبس. وهي طالعة من البيت بتقابل إمها وبنعرف إنها شغالة محققة بشرطة المدينة. سالي بتخبر إمها إنها طالعة، وبكون مبين إنهم علاقتهم مش تمام ومش قراب من بعض. بتبين القصة إنه الشخص الوحيد القريب من سالي بالعيلة هي أختها جيني. بتترك سالي البيت وبتروح تقابل جوناس اللي بيخبرها إنه معه مجموعة من أصحابه ورح يقضوا وقت حلو مع بعض. بس سالي ما بتكون مرتاحة مع أصحاب جوناس لأنها ما بتعرفهم، وهي أول مرة بتشوفهم فيها. بتقعد معهم بتحاول تمشي الليلة لحد ما بتيجي بنت من أصحاب جوناس اسمها إيلين، وبتطلب منه يحكوا لحالهم وبتاخده وبتمشي. هون سالي بتضطر تقعد مع أصحاب جوناس لحالها وببلشوا يضايقوا فيها ويستلموها. فسالي بتتنكد من طريقتهم بتتركهم وبتروح تقعد لحالها بعيد عنهم شوي. وفجأة وهي قاعدة بتلاقي بنت واقعة على الأرض وغرقانة بدمها. بتركض سالي لتساعدها، ولما بتقرب تنصدم إنه البنت هي إيلين صاحبة جوناس، وكمان بتكتشف إنه جوناس نفسه مصاب وعم بنزف. طبعا سالي ما بتكون فاهمة شو اللي صار معهم وبتحاول تنقذهم، وفجأة بهجم عليهم حيوان عملاق وبسحب إيلين وبخلص عليها. سالي بتنصدم من المنظر وبتصير تصرخ بشكل هستيري. بعدها بتوصل الشرطة والحيوان هاد بيختفي فورا. سالي ليف بتكون موجودة مع قوات الشرطة، ولما بتعرف إنه بنتها بالمكان بتنصدم بتخاف عليها كثير. بتروح تحكي معها لتعرف شو صار، بس سالي بتكون بحالة صدمة ومش قادرة تحكي كلمة من المنظر اللي شافته. ثاني يوم بتكون سالي رجعت على البيت وهديت شوي، فبتسألها إمها عن اللي صار امبارح. هالمرة سالي بتحكي لها عن الحيوان العملاق اللي شافته وإنه هجم عليهم وأخذ إيلين. وقبل ما يهرب جرح سالي بكتفها جرح بسيط. ليف بتسألها شو نوع هذا الحيوان، بس الغريب إنه سالي مش قادرة تحدد شو هو ولا حتى شو فصيلته. إمها ما بتضغط عليها وبتروح تحقق مع جنس وأصحابه، بس الكل بكونوا شاربين وما حد شاف شو صار، فما بتستفيد منهم بإشي. بتنبه عليهم ما يطلعوا من بيوتهم إلا للضرورة عشان يضلوا بأمان. وبالليل بتضل ليف تحقق بالقضية وبتشك إنه الحيوان اللي هاجم عليهم له علاقة بشكل آثار الأقدام اللي لقوها بمكان الحادثة، بس بيظل هاد مجرد استنتاج وما في دليل رسمي لسه. ثاني يوم بتصحى ليف على خبر بصدم، وهو إنهم لقوا جثة إيلين ونقلوها على المشرحة. ليف انصدمت لأنه كان عندها أمل لسه تكون البنت عايشة. بتجهز حالها وبتركض على المشرحة لتشوف الجثة، وهناك بتشوف منظر بخوف. جثة إيلين ما فيها مكان سليم، جسمها كله آثار عض وإيديها مفصولين عن جسمها. ميت بطريقة بشعة كثير ومنظرها مرعب لدرجة إنه المحققين والدكاترة اللي بالمشرحة نفسهم انصدموا. ليف انصدمت أكثر لما عرفت إنهم لقوا الجثة على بعد 2 كيلومتر تقريبا من مكان الحادثة، والفكرة إنه مستحيل أي حيوان عادي يقدر يسحب إنسان كل هالمسافة ويعمل فيه كل هالتشوهات. ليف حكت للدكتورة عن آثار الأقدام اللي لقوها واللي بتشبه آثار الذئب، بس الدكتورة حكت لها إنه العضات والجروح اللي على جسم إيلين كثير كبيرة ومستحيل ذئب طبيعي يعمل هيك، والذئب أصلا حجمه صغير ومش بهاي القوة. الدكتورة حاولت تساعدهم وأعطت ليف عنوان شخص اسمه ويليام، وحكت لها إنه دكتور بجامعة الطب البيطري وعنده خبرة خرافية بعالم الحيوان، ونصحتها تجيبه يساعدهم بالقضية لأنه الوحيد اللي رح يعرف نوع هذا الحيوان. ليف شكرتها وطلعت، بس وهي طالعة شافت إيلين بدها تدخل تشوف بنتها، بس ليف منعتها لأن المنظر جد صعب وما حد بيتحمله وخصوصا إمها. ثاني يوم بيجي شخص غريب على مركز الشرطة وبيطلب يقابل ليف ضروري. هالشخص بكون اسمه لارس وبكون شكله غريب ومقطوع ايده. ليف راحت تقابله لتعرف شو بده، وبكون جاي يعطيها معلومات عن قضية إيلين. لارس حكى لها انه اللي بيدوروا عليه مش حيوان عادي، وبلش يشرح لها انه هالذئب ملعون ومعروف باسم ذئب الجحيم. حكى لها عن اسطورة الفايكنج اللي حرروه من
1000 سنة، وإنه قوته بتزيد يوم عن يوم وصاير عملاق. طبعا ليف ما صدقت قصص الأساطير هاي وحكت له إذا عندك معلومة حقيقية احكيها. لارس حاول يقنعها إنه بيحكي جد وإنه صار له سنين بلاحق الذئب وحاول يخلص عليه، وحكى لها إنه بآخر محاولة يخلص عليه الذئب هجم عليه وقطع إيده. لارس حذرها إنه لازم يقضوا عليه بأسرع وقت، ولازم يقضوا كمان على أي حدا انجرح منه، لأنه أي شخص بينجرح من هالذئب الملعون بصير مستذئب بسبب اللعنة. أول ما حكى سيرة المستذئب ليف عصبت كثير وفكرت بتمسخر عليها وطردته من المكان. لارس كان بده يمشي بس قبل ما يروح أعطاها نصيحة أخيرة، حكى لها إنه الرصاص العادي ما بيأثر بهالذئب، وإذا بدها تنقذ المدينة لازم يستخدموا رصاص فضة، وأعطاها رصاصة فضة وحكى لها إنها رح تحتاجها وتركها ومشي. وبنفس اللحظة بتكون سالي قاعدة مع جوناس بمطعم وعم بيحكوا بموضوع الحادثة، وواضح إن الموضوع مأثر عليهم هم الاثنين. سالي بتحكي له إنها عم بتشوف هلاوس وتخيلات غريبة من وقت الحادثة، فبيحاول جوناس يهون عليها وبحكي لها إنه هو كمان عم تجيله كوابيس ومش عارف ينام من يومها. بيضلوا يحكوا شوي ليخففوا عن بعض لحد ما الوقت يتأخر، وبتقرر سالي تروح البيت، وهي مروحة بتصادف أصحاب جوناس مرة ثانية وببلشوا يضايقوا فيها بالحكي. على الجهة الثانية ليف سالي بتروح لعند الدكتور ويليام وبتحكي له كل إشي. ويليام بيكتشف إنه هذا الحيوان فعلا ذئب بس حجمه مش طبيعي ولازم ياخدوا حذرهم منه كثير منيح. هون ليف بتبلش تربط كلام ويليام بالحكي اللي حكاه لارس عن ذئب الجحيم، بس لسه بتحاول تقنع حالها إنه لارس بيحكي خرافات وأساطير وإنه مجرد حيوان بالأخير. بيصدر أمر رسمي بالبحث عن هالذئب والقضاء عليه، وبتعين ليف مجموعة صيادين محترفين عشان يساعدوها هي والشرطة. بيتحركوا كلهم مع بعض وبتطلع ليف معهم رغم إنها قلقانة وخايفة. وبنفس الوقت بتكون سالي بالمدرسة، بس الهلاوس اللي بتشوفها بتزيد وبصير الموضوع مرعب لدرجة إنها مش قادرة تضل بالمدرسة، وبتضطر تطلع وهي مش فاهمة شو اللي بصير معها. بهاي الأثناء ليف مع الضابط والصيادين بيكونوا عم بدوروا بالغابة، وبطريقهم بينصدموا بجثة شخص مشوه بطريقة وحشية. طبعا استنتجوا إنه الذئب هو اللي عمل هيك وإنه لسه قريب من المكان. ليف بتترك الضابط وصيادين اثنين عند الجثة عشان يعرفوا هوية الجثة، وبتاخد باقي الصيادين وبتكمل طريقها بالغابة. بعد شوي بيوصل لكهف شكله بخوف وبقرروا يدخلوه، بس على الجانب الثاني الضابط اللي ظل برا مع الصيادين بيسمعوا حركة حواليهم، وفجأة بيهجم عليهم الذئب العملاق وبيبلش يخلص فيهم واحد ورا الثاني. ليف والصيادين اللي معها بيكونوا تفرقوا جوا الكهف وبيكتشفوا جثث كثير هناك، وبيعرفوا إنه هذا هو مكان سكن الذئب. وفجأة الذئب بيرجع على الكهف بعد ما خلص على زمايلهم وبيهاجم ليف والصيادين. ليف بتحاول تدافع عن حالها وبتطخه، بس الرصاص العادي ما بيأثر فيه أبدا، وهي عم بدور بجيابها بتلاقي بالصدفة الرصاص الفضة اللي أعطاها إياها لارس، فبتحطها بالمسدس وبتطخ الذئب وفعلا بتخلص عليه وبتموته. ليف وكل اللي نجوا من هجمة الذئب بينتقلوا على المستشفى. ليف بتكون إصابتها بسيطة وما فيها ضرر وبتقدر تطلع من المستشفى بنفس اليوم. الأخت الصغيرة جيني بتلاحظ إنه أختها سالي عم تتحرك وهي نايمة، فبتروح تساعدها وبترجعها على غرفتها مرة ثانية. جيني بتلاحظ إنه سالي تعبانة كثير ومبين عليها المرض، بس ما بتكون عارفة أختها من شو بتعاني بالضبط، وبتظل قاعدة جنبها عشان تطمن عليها. ثاني يوم بنشوف ليف وهي رايحة تقابل الدكتور ويليام بالمختبر اللي بيكون عم بدرس بجثة الذئب العملاق. ويليام بيحكي له إنه هذا مش مجرد ذئب عادي، لأنه ما في غير الرصاص الفضة اللي قدرت تخترق جسمه، وهذا إشي مش طبيعي بالمرة لأن الرصاص العادي المفروض بدخل بجسم الحيوانات عادي. والمفاجأة إنه لقي عند الذئب ظفر زي ظفر البشر، فالتفسير الوحيد لهالحالة الغريبة إنه يكون مستذئب متحول من إنسان. ليف بتستغرب بتبلش تربط كلام الدكتور مع كلام لارس، وبتعرف إنه لارس كان معه حق بكل اللي حكاه. ليف بتخبر ويليام عن موضوع لارس وبتشرح له الحكي اللي حكاه، وبتقرر تروح تقابله مرة ثانية لتعرف كيف عرف كل هالمعلومات وهل في إشي ثاني مهم لازم يعرفوه ولا لا. ويليام بطلب منها يروح معها وهي بتوافق، وفعلا بيروحوا هم الاثنين يقابلوه. لما بيسألوه كيف عرف كل هالحكي، لارس بيطلع لهم كتاب قديم وبلش يحكي قصة الفايكنج وكيف حرروا ذئب الجحيم، وبشرح لهم إنه بعد ما الذئب هذا تحرر ودخل أرض النرويج زمان صار يخلص على البشر، بس المشكلة إنه أي حد بينصاب من هالذئب وما بيموت بورث اللعنة وبتحول هو كمان لمستذئب، وهيك انتشرت سلالة هالذئب. وبس يموت ذئب بكون في مستذئب ثاني بيكمل مكانه زي سلالة البشر، وعشان هيك هم لقوا هذا المستذئب بعد مرور 1000 سنة على القصة. لارس بيحكي لهم إنه عشان يقضوا على اللعنة هاي لازم ينهوا سلالة الذئب الملعون للأبد ويخلصوا على آخر وحش ضايل فيها، وبحذرهم إنهم لازم يتأكدوا إنه هذا المستذئب الأخير ما جرح أي حدا، لأنه لو حدا ورث اللعنة هاي لازم يخلصوا عليه فورا. ليف بتكون بتسمع هالحكي وهي ناسية تماما إنه بنتها سالي أصلا انجرحت من هالمستذئب. بعدها بنشوف سالي بالبيت وتعبانة كثير، ولما بعتلها جوناس تطلع معه قررت تطلع عشان تغير جو، وهناك وتحت ضوء القمر اللعنة سيطرت عليها تماما وتحولت لمستذئبة. جوناس المسكين ما لحق يفهم شو بصير، سالي فقدت السيطرة وخلصت عليه. ثاني يوم ليف بتوصل لمكان الجثة وسالي بتصحى
روحها وهي مش متذكرة إشي، بس لما شافت حالها والدم اللي عليها عرفت إنها هي السبب، خافت وهربت وركبت باص عشان تطلع من المدينة، بس الغريزة كانت أقوى منها وبنص الطريق تحولت لذئب عملاق وخلصت على كل ركاب الباص. ليف لما وصلت وشافت أواعي بنتها بالباص هون تأكدت من الكابوس، بنتها صارت هي الوحش اللي بيلحقوه. سالي رجعت على البيت وهي بقمة شراستها، حاولت تهجم على أختها الصغيرة جيني، بس آرثر اتدخل باللحظة الأخيرة وأنقذ جيني وهربوا بالسيارة. بس للأسف آرثر انجرح. سالي طلعت على المدينة وبلشت تتخلص بالناس يمين وشمال، وليف وويليام وصلوا وشافوا المناظر المرعبة. ليف لقت آرثر عم بيموت، وقبل ما تطلع على روحه ووصاها تنقذ جيني. المواجهة الأخيرة كانت صعبة كثير. جيني حاولت ببراءتها تهدي أختها وترجعها لطبيعتها، بس سالي كانت غايبة عن الوعي تماما. ليف وصلت وحاولت تخدرها بس الأسهم ما أثرت فيها. حتى لارس اتدخل بسيارته عشان يحميهم، بس سالي كانت أقوى منه وخلصت عليه. وباللحظة اللي سالي كانت رح تخلص فيها على أمها ليف، جيني بتمسك سهم مخدر وبتطعن أختها، وهالمرة السهم بيأثر فيها وبتغيب عن الوعي. ليف أخذت سالي على المختبر وطلعتها لرصاصة الفضة، وكانت مكسورة وحزينة على بنتها، بس أكدوا لها إنه ما في أمل ترجع على طبيعتها وإنه اللعنة لازم تنتهي هون. وبغصة كبيرة ليف بتطخ الرصاصة وبتنهي حياة بنتها عشان تنقذ البشرية. ليف طلعت من المكان وهي بطل بنظر العالم، بس بداخلها كانت إنسانة خسرت عيلتها كلها، جوزها وبنتها، في ليلة واحدة. وبس والله، ولو عجبك الفيلم واستمتعت فيه لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.